اليأس ده مرض لو سبت يمسك فيك هينهشك. مين قالك ان المشاكل والظروف اللي عندك دلوقتي هي نهاية المطاف وان انت مش هتكمل؟ كل حاجة هتعدي، الحلو هيعدي والوحش هيعدي، هتقع كلنا وقعنا، هيجي عليك يوم تتضايق، كلنا بيجي علينا اوقات نتضايق، هتيجي عليك يوم ما انتش قادر تمسك دمعتك، عادي كلنا عملنا كده، ما احنا بشر. مين اللي قال ان احنا مش بشر؟ مفيش نموذج مثالي في الدنيا غير اما كان النموذج ده يا جماعه مر عليه ظروف في حياته. فانت محتاج النهارده انك تخاطر. هو انا لازم اقف قدام الناس واقول انا عندي مشاكل وعندي ضغوط وناس اهلي مريضه وما اناش مستحمل اللي انا فيه؟ ما عادش حياه للناس اللي بتولول. ما شفناش في حياتنا قصه بطل كان بيولول ويشتكي ونجح، لا بالعكس كانت حياته اسوأ من المشاكل اللي موجود في حياته. انا بقول لك اهو، النجاح اصعب ما يمكن، بس مش اصعب من الحياه، انا اسف، المقرفه اللي احنا ممكن نكون بنعيشها. مش اصعب من الناس اللي بتلسن علينا على فشلنا وضعفنا. مش اصعب من الضغوط اللي موجوده في حياتنا. فوق لنفسك، انت لازم تبقى شجاع وجريء ولازم تخاطر تجازف. مفيش فرصه، اخلق لنفسك الفرصه، دور على فرصه تخلقها. في فرصه قدامك والمنافسه على الفرصه دي مليون واحد، خليهم مليون واحد، زود عليهم واحد كمان وخش ولا انا هكسب الحاجه دي. الناس بتتكلم عنك وحش، الناس بيكرهوك، الناس عامله لك عقبات في حياتك، الناس بتغير منك، دي علامات ان انت بني ادم ناجح. عمرك ما هتبقى بني ادم ناجح غير اما تلاقي اعداء في حياتك.